قصة واقعية وحقيقية. تقول امرأة: توفت أمي عندما كنت في السن الرابعة، وقام والدي بالزواج من امرأة أخرى بعد وفاة أمي بعام تقريبا، وكنت أنا الوحيدة التي أنجبتها أمي رحمة الله عليها. وكانت المرأة التي تزوجها والدي لديها 3 أولاد ذكور، وكان قد سمح لهم والدي أن يعيشوا معنا في المنزل، وتكفل برعايتهم معي، وكان يعاملهم كأبنائه، ولم أراه يوما يميز أحدنا عن الآخر، من الرغم أنه أنا ابنته الوحيدة ومن دمه ولحمه، أي أن والدي لم يكن يفرق بيني وبينهم. وبعد 5 سنوات توفى والدي، ولكن رحيل والدي كشف الأقنعة التي كان يرتديها الجميع، حيث تغيرت معاملتهم لي، وأصبحت أتعرض للضرب والتعبد والمشقة والقسوة. لقد كانت زوجة أبي قاسية القلب، حيث منعتني من التعليم وجعلتني خادمة لديها، ولم تكن تسمح لي بالخروج واللعب مع صديقاتي، وإذا رفضت لها طلبا تجعلني أنام دون طعام ليومين متتاليين. وعندما أصبحت في العمر 15 قامت زوجة والدي بتزويجي من شاب فقير جدا، دون أن تسأل عن أوضاع الشاب أو ماذا يعمل أو إن كان شخصا يستطيع تحمل المسؤولية، ولم تسأل عن أخلاقه ونسبه وأصله. لقد كان كل همها هو إبعادي من المنزل حتى تأخذ المنزل وورث والدي، وحينها لم أعارض خوفا أن تفعل لي شيئا، فوكلت أمري لله ودعوت الله أن يجعل الشاب رحيما وحنونا وودودا بي، فأنا ضعيفة ووحيدة في هذه الدنيا. تزوجت، ولكن لم تقيم لي زوجة والدي مراسم زفاف مثل الآخرين. انتقلت مع الشاب إلى منزله. لقد كان المنزل جميلا جدا وكبيرا ومرتبا، فاستغربت، فقلت في نفسي: كيف يملك كل هذا وهو فقير؟ وبعد مرور عام واحد تفاجأت به يخبرني أننا سننتقل إلى منزل آخر، فقلت له: وماذا عن هذا المنزل؟ أليس هو ملكك؟ جاب: إنه ليس ملكي، وإنما ملك صديقي يعيش في الخارج، والآن سيعود للعيش مع أسرته في منزله. فقلت: لا مشكلة. وفي اليوم التالي انتقلنا إلى المنزل الحقيقي، ولكن انصدمت حين رأيت المنزل، حيث كان عبارة عن خرابة، ومنزل حيطانه القماش والكراتين. فنظرت إليه فوجدته يبكي، فقلت له: لماذا تبكي يا عزيزي؟ فقال: لأنني لم أخبرك بالحقيقة منذ البداية، ولم أخبرك أن هذا المنزل ليس منزلي. كنت أريد إخبارك بالحقيقة، ولكنني خفت أن تتركيني وتعودين إلى منزلك. قلت له: لا مشكلة لدي أن نعيش حتى لو خرابة، ولكن نكون سعداء سويا وفي راحة بال. مرت الأيام، وبدأت أتأقلم على العيش في المنزل المعدوم، وصبرت على الوضع. مرت سنين وما زلنا نعيش في المنزل المعدوم وغير نافع للعيش، وأنجبت 4 فتيات، ولكن كانت أوضاعنا تسوء كثيرا، وأصبح زوجي لا يعمل، وأغلب الأيام يعود من الخارج فارغ اليدين. وفي أحد الأيام كنا نائمون بأمان، فهطلت الأمطار الغزيرة، وكان يوجد رياح قوية جدا، فلم يحتمل المنزل الضعيف فسقط فوقنا ونحن نائمون. فالحمد لله لم يتعرض أحدنا بأي إصابة، ولكن كنا قد أصبحنا في العراء، فانتظرنا حتى توقفت الأمطار وصفت السماء، فقمنا بإعادة المنزل، وكان حاله أسوأ من السابق. وذات ليلة عاد زوجي حزينا، ففهمت من تعابير وجهه أنه لا يمتلك المال لشراء الطعام، فقلت له: لا تحزن يا عزيزي، يوجد لدينا بقايا طعام وجبة الغداء، ولكن ينقصنا حبات الخبز. فلبست حجابي وذهبت أبحث عند الجيران عن من يعطينا الخبز أو يقرضنا المال ثمن الخبز، فطرقت جميع أبواب الجيران، ولكن لا فائدة، الكل كان يعتذر.
فشعرت أن قلبي سيتمزق قهرا على أطفالي، حيث كان لدي طفلة مريضة وعندها نقص سوائل. فجلست أمام المنزل من الخارج، وثم انفجرت بالبكاء، فبكيت حتى جفت دموعي. ثم دخلت، وعندما رأيت الأطفال ينظرون إلي بأمل على عودتي بالخبز، فلم أستطع أن أحبس دموعي، فقمت بالبكاء وقلت لهم: سامحوني يا أولادي، لم أستطيع توفير الخبز، إنني أعتذر، سوف تنامون الليلة دون عشاء. ولم أنهي حديثي إذ بشخص يطرق الباب، فخرج زوجي وتحدث معه، وبعد ثوان عاد زوجي وقال لي: هيا بنا، سوف نذهب. فقلت له: إلى أين؟ وما المشكلة؟ فقال: إن زوجة أبيك توفت منذ 3 أيام، وأراد أولادها ال3 بيع المنزل، وبما أنهم لا يملكون أي وصية أو أوراق ملكية تثبت أنهم المالكون الرسميين، تم وضعهم بالسجن، والآن يريدونك لكي تأخذين ورث أبيك. فبكيت فرحا، وذهبنا وأخذت الورث، وكان لدى والدي أرض بجانب المنزل، فقمت ببيعها، وانتقلنا إلى المنزل الذي عشت فيه منذ طفولتي. وعملت مشروعا صغيرا لزوجي، وأدخلت بناتي إلى المدرسة، وقمت بمعالجة ابنتي المريضة، وتحسنت حالتنا في غضون يوما واحدا. إن الله سبحانه وتعالى يغير الحال في غمضة عين. اللهم يا مغير الأحوال، غير أحوالنا إلى أحسن حال دائما. وبكده تكون خلصت قصة النهاردة، ويا رب نكون أخدنا منها الحكمة والعبرة. وأشوفكم على خير إن شاء الله في قصص كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.